السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت لكم التتمه ديال النصف طوق. كيف ما كتلاحظوا شاركت معكم قبل من هذا لا فيديو هذا كيفاش خدمت هذه الخدمه هذه وكيفاش بديتها، فكنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو للتتمه الجزء الثاني اللي غنشارك معكم الطريقه ديال الدرس اللي غادي ندير هنايا فوق من هذه الخدمه هذه وكيفاش غادي نفينيو الخدمه ديالنا. اذا على بركه الله، هنا كيف ما شفتوا في الجزء اللي كان من قبل وصلت لهاد المرحله هذه. هنا غادي ندير واحد غرزه الحشو، من بعد غادي ندير واحد جوج السلاسل. الاول خيط على الكروشي كنخلي عمود وكنجي للعمود الثاني وكندير عمود بهذا الشكل هذا. من بعد كنرتفع بواحد جوج ثلاثة ديال السلاسل، غنرجع لهذا الفراغ هذا وغادي ندير غرزة حشو اللي كنكون هنايا غرزة البيكو. من بعد غادي نرجع لهذا الفراغ وغادي نعمرو بثلاثة ديال غرز الحشو. هذا الفراغ اللي كيكون هنا كنعمرو بثلاثة ديال غرز الحشو على هذا الشكل. من بعد غادي نخلي هذا العمود ونجي للعمود الثاني وندير غرزة الحشو. من بعد كندير واحد جوج ديال السلاسل، غنلوي الخيط على الكروشي، غنخلي هذا العمود ونجي للعمود اللي حداه. دائما كنخليو عمود وكنضربو في العمود اللي حداه. من بعد ملي كندير عمود كندير واحد جوج ثلاثة وكنرجع هنا وكندير غرزة الحشو. من بعد غادي نجي لهذا المكان هذا وغادي ندير ثلاثة ديال غرز الحشو. من بعد غادي نخلي هذا العمود ونجي للعمود الموالي وندير غرزة حشو. من بعد غادي ندير واحد جوج ديال السلاسل والخيط على الكروشي، غنخلي العمود ونجي للعمود الموالي وغادي ندير عمود على هذا الشكل. من بعد واحد جوج ثلاثة السلاسل غادي نجي هنايا وغادي ندير غرزة الحشو اللي كتكون لينا غرزة البيكو. من بعد ثلاثة ديال غرز الحشو اللي كنخدم في هذا الفراغ هذا كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما كملت غادي نجي لهذا الفراغ هذا غادي ندير فيه غرزة الحشو. من بعد كندير واحد جوج ديال السلاسل، غنلوي الخيط على الكروشي، غادي نخلي هنا وغادي نجي هنا، يعني غادي هنا بعد ما ضربت هنايا غنخلي هذه ونجي لهذه وغادي ندير عمود على هذا الشكل. من بعد واحد جوج ثلاثة السلاسل وغادي نجي هنا وغادي ندير غرزة الحشو. من بعد غادي نعمر هنا ثلاثة ديال غرز الحشو. الدرس راه باين، كنظن كنت ديجا شاركته معكم في واحد الكول. غادي نجي هنا نخلي هنا ونجي لهذا المكان هذا وندير غرزة الحشو. كنت ديجا شاركته معكم في واحد الكول، غير هنايا كنوريكم كيفاش كيجيونا فوق من هادو، كيفاش كتشدوا العبار باش كيجيوكم فوق من هادو. هانتوما جوج ديال السلاسل، غادي نخلي هنا ونجي لهنا وندير غرزة عمود وغادي ندير هنايا ثلاثة ديال السلاسل، غنرجع لهذا المكان وغادي ندير غرزة حشو. من بعد هنا غادي نجي لهذا المكان وغادي ندير ثلاثة ديال غرز الحشو. من بعد غادي نجي لهذا الفراغ مباشرة وندير غرزة حشو. من بعد واحد جوج ديال السلاسل والخيط على الكروشي، نخلي واحد ونجي للثاني وندير عمود على هذا الشكل. من بعد واحد جوج ثلاثة وغادي نجي لهذا الفراغ وندير غرزة البيكو. من بعد ثلاثة غرز الحشو. يعني غادي نستمر بهذه الطريقة هذه حتى كنكمل الدوره ديالي كامله. بالنسبه لهذا الدرس هذا تقدروا ديروا اي درس، ولكن انا صراحه جاني هذا هو اللي عجبني. غادي يجي صراحه غيجي غزال كيف ما كتلاحظوا وغيجي شويه مختلف. كيف ما دائما كنقول لكم راه ماشي ضروري اننا نغيروا الخدمه، ولكن الا واخا كنديروا غير الاعمده وكنديروا هكا شي ضريس من الفوق صراحه كيجي زوين. انا في البدايات نتاعي هذوك هما الموديلات اللي كنت كنخدم، الاغلبيه كنت كنخدم هذوك الموديلات وكانت كتلقى استحسان ديال بزاف د الناس. وكيف ما شفتوا في البدايات ديالي راه كنت كنخدم لكم بالحرير ديال القصبه على جوج ديال الشعرات
والله القسم البنات الا رغم ذلك، رغم الخدمه كانت كتجي شويه غليظه وداكشي، ولكن كانت كتنال الاعجاب بزاف، وبزاف ديال الكليانات اللي تابعيني باش نخدمها ليهم. يعني كيف ما قلت لكم دائما، راه اي خدمه غير تزيدوا ليها شي حاجه هكا بسيطه كتعطي واحد الجماليه. هنا فاش كنوصل هنايا البنات كنجي عاود هنا كنخلي وحده وكنجي للثانيه وكنبدا نخدم. هنا بالنسبه للاعمده، يعني البلاصه اللي فيها الاعمده راه كنخدموها بهذه الطريقه، وهنايا راه كنخدموا كيف ما كتشوفوا كتجينا كل وحده فوق وحده. نتمنى البنات يكون هذا الدرس يكون واضح ومفهوم، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وكيف ما دائما عودتكم يعني كنجيب لكم خدمه اللي كتكون سهله ويخدموها المبتدئات، يعني ما كنبغيش نجيب لكم شي خدمه اللي هي معقده. وانا براسي صراحه كتعجبني هكا خدمه اللي كتكون سهله وكتكون دغيا كتطلع، يعني ما تاخذش معنا وقت كتير. فكنتمنى البنات انكم تعموا تخدموا تعلموا، لان الصنعه صراحه زوينه. ومؤخرا كيف ما كتعرفوا الخياطه راها غلات، واللي في يدو صنع راه صراحه راه غادي يدبر الحركه. فمن الاحسن الوحده جالسه اللهم تعلم شي صنعه اللي غتفيدها. هانتوما صافي كنخلي هنا وكنجي هنا وكندير غرزه الحشو. اذا بلا ما نطول عليكم اكثر، هانتوما كيفاش كتجي الخدمه كتجي على هذا الشكل. اذا غادي نكمل الدوره كامله بنفس الطريقه اللي خدمت معكم حتى نوصل هنايا. نرجع معكم باش نبداو نديروا السطر الدخلاني ونفينيو الخدمه ديالنا. انا رجعت معكم هنا كما كتشوفوا بعد ما كملت هذا الدرس كله. هانتوما تشوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا، صراحه كيجي غزال بزاف. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي الخدمه، كتجي رائعه وحصريه على قناتي. هنا بعد ما كملت الدوره كامله، هانتوما جيت هنايا في هذا المكان هذا، غادي نجي هنا وغادي صافي هنايا غادي نسد الخدمه ديالي بواحد منزلقه. دائما كنلاقي طرفين بواحد منزلقه على هذا الشكل. من بعد كندير واحد السلسله اللي كنكون عقده صافي وكنجبد الخيط بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. يعني نتوما ما كيجيش ديفو، واخا هنايا جاني هنايا الكميه ديال الاعمده اكثر من هنا، لكن هذا راه كيبقى في الوسط يعني ماشي مشكل وكيكون في الظهر. هانتوما تشوفوا على هذا الشكل. دابا غادي ندوز باش هذا الخيط هذا راه غادي نجيب سواء الابره او لا بعض المرات كنجبدو غير بحال هكا كنعقدو بالكروشي. هانتوما على هذا الشكل هذا، اولا تجيبوا الابره ودخلوه هنايا ما كيبقاش يبان. دابا بعد ما كملت هاد الدوره هذه غادي نجي هنا باش نبدا نخدم السطر الدخلاني. بالنسبه للطريقه ديال الخدمه ديال السطر الدخلاني ديجا درتها معكم، ولكن ما فيها باس غادي نبدا نوريكم كيفاش غادي نخدمها. غنبداها من هنايا وانتم غادي تكملوا الباقي، لان ديجا درت فيديوهات خاصه بالطريقه كيفاش كنخدموا السطر الدخلاني. وبالنسبه لهاد الاماكن هادو اللي كنخدم فيهم جوج ديال الاعمده عوض عمود واحد، المهم انا غنبدا معكم هنا. وبالنسبه لهنا وهنا غادي نشرح لكم غير هكا شفويا باش ما نطولش عليكم الفيديو. اذا درت معكم كما كتشوفوا بعد ما ثبت الخيط هنايا ودوزت المسلوح على الظهر هنا كيف ما كتشوفوا، ضروري كنقلبوا الخدمه ديالنا على الظهر لان فيها العقيق كما كتشوفوا. دوزت المسلوح مزيان، هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي الخدمه مقاده. وصراحه بالنسبه لهاد الخدمه الا تبعتوا كيف ما خدمت معكم راه ما كيجيش فيها لا ديكالاج ولا اعوجاج، يعني كتجي مقاده كيف ما كتلاحظوا. وحتى هاد الخيط صراحه غزال في الخدمه. انا راه كيف ما كنشكر لكم دائما ان هاد الخيط زعما راه ما كاينش بحالو. ضروري انكم البنات تجربوا هاد الخدمه ديالو وراها سهله. انا في الاول كانت كتجيني صعيبه، ولكن فاش جربتها راه زعما صراحه ما كاينش شي خيط اللي غتخدموا به الكروشي احسن من هذا. هنا بعد ما درت اللويه ديالي الكروشي غادي نجي هنايا دائما الجهه ديال الظهر اللي كنكون بديت فيها دائما كيف ما كتعرفوا كنرجعوا لعيب اللور، واخا صراحه ما كيبانش شي ديفو، ولكن دائما انا كنبدا من هنا من الظهر. هنا بعد ما كنثبت الخيط كنطلع بواحد جوج ثلاثه ديال السلاسل. دائما هذا الخيط هذا كنرجعوه هنا باش نخدم عليه وما يبقاش يبان ليا. من بعد كنلوي الخيط على الكروشي وكنبدا كنخدم من هنايا، يعني الاعمده، يعني عمود مقابل عمود بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. ديجا شاركت معكم فيديوهات اللي كنشارك معكم هاد الدوره الدخلانيه، يعني راها شي حاجه اللي سهله وديما كنشاركها معكم وكنخدمها هنايا بلا عقيق بلا حتى شي حاجه. كنخدم اعمده عاديه البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، يعني غادي نخدم اعمده عاديه حتى غادي ندير الدوره كامله. والتفاصيل ديال الخدمه ديال الدوره الدخلانيه
انا غادي نشوف الفيديو اللي حاط يعني اللي خدمته فيها، وغنخليه لكم في صندوق الوصف الا ما بانش لكم شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه ما شرحتهاش لكم مزيان. انا فقط وريت لكم هنايا طريقه بدايه كيفاش بديت. هنايا هانتوما هنا بعد ما بديت هنايا غادي نمشي كامل بنفس الطريقه، فقط في هذا المكان هذا. هانتوما هذا المكان هذا، والفيديو اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف راه فيه الطريقه باش خدمت هنايا هاد الدوره هذه. فقط هاد الدوره هذه كما كتشوفوا، شوفوا كيفاش كتبان لكم ملي كتكونوا كتخدموا، لان هنايا تسعنا. فاش غادي نجي نخدم الدوره الدخلانيه عندي هاد ثلاثه هنايا، هاد ثلاثه منا وثلاثه منا، عوض ما غندير عمود واحد غندير جوج ديال الاعمده. يعني في الاول كنت كنتسع، دابا هنا غادي عوض ما كنت كندير عمود واحد غادي ندير جوج ديال الاعمده، وغادي نمشي كامل حتى نوصل هنايا في هاد الدوره هذه. في هاد الدوره هذه باش نعرف البلاصه اللي غادي ندير فيها الملاقيه غادي نحسب شحال هنايا في هاد الدوره هذه. هنا كيف ما قلت لكم كنت كنخلي 10 منا و10 منا، يعني هادو جوج اللي غيكونوا هنا في الوسط عوض ما غنديرهم اعمده غنديرهم غرز الحشو. نتمنى يكون مفهوم، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه عليكم، فقط باش غادي يعني نحدد هنايا فين جاني الوسط. ودائما قبل ما نخدم كنشد العبار ديالي هنايا، كنشد العبار هنا وهنا، كنكون شاده هنايا باش تجيني الخدمه مقاده، ويجيوني هاد الزواقات هادو يجيو مقابلين بالنسبه لهاد الضرس اللي هنايا درتو مغلف، وكذلك لهاد سميتو لهاد الاعمده هادو خص يجيو مقابلين ومقادين. نتمنى يكون كلشي مفهوم. اذا غادي نكمل ورجع معكم باش نكملوا التتمه ديال الخدمه. اذا رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما كملت الدوره الدخلانيه كلها، هانتوما تشوفوا هنايا اللي قلت لكم هنايا في الدوره ديال هذا المكان هذا، من هنا يعني من هاد الغرزه حتى لهاد الغرزه، يعني 1 2 3 4 5 6 ديال الغرز اللي زدت فيهم جوج ديال الاعمده باش كيعطينا هاد التقويره هذه. كيف ما كتعرفوا كنا قلبنا جبدنا الخدمه، ولكن هنا كان نضاعفوا الاعمده باش هكا تجينا هاد الدوره مزيانه. صافي مشيت حتى لهنا. هنا في هذا المكان هذا كيف ما كتشوفوا جيت للوسط نتاع هادو. هانتوما كما كتشوفوا عندي هنايا 6 ديال العقيقات، غادي خليت مثلا جوج منا وجوج منا. هادو اللي في الوسط خدمت هنا جوج ديال غرز الحشو حتى ل3، يعني من 2 حتى 3. هنا عندي جوج ديال غرز الحشو، تقدروا ديروا حتى ل3 باش كتجيكم هنايا كتقادوا هنايا الوسط نيشان. هانتوما كيف ما كتشوفوا باش كتجينا الخدمه مقاده. هانتوما كيف ما كتلاحظوا يعني الخدمه جات مقاده وجات هادي مقابل هادي وهادي مقابل هادي. هادشي اللي كنشرح لكم دائما. دونك دابا بعد ما كملت هنا نفس الطريقه زدت هنايا، وكما قلت لكم بغيتوا هاد الخدمه بالتفاصيل غتلقاوها في فيديوهات اللي كانوا من قبل، وغادي نحاول انني نحطهم لكم في صندوق الوصف. صافي هنا بعد ما وصلت هنايا لاخر وحده غادي نجي لهاد 3 سلسله اللي كنرتفع عليهم دائما، وغندير واحد منزلقه على هذا الشكل. من بعد واحد السلسله اللي كنكون عقده، وغادي نخرج الخيط ديالي بهذا الشكل هذا وغندخلو لداخل. دابا بعد ما كملت هاد يعني هاد الخدمه هذه كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت هاد السطر الدخلاني، شنو هو المرحله المواليه؟ غادي ندوز المصلوح. هانتوما تشوفوا الخدمه راه صراحه مصلوحه راسها لانني ديجا دوزت المصلوح من هنا. داكشي علاش كنقول لكم دائما صلحوا الخدمه قبل ما تبداو ديروا السطر الدخلاني. صافي بعد ما كملت هنايا كما كتشوفوا غندوز المصلوح مزيان، وغادي نجي نثبت الخدمه ديالي على الثوب. يعني لا داعي انني نشارك معكم عاوتاني الطريقه كيفاش كنثبت الخدمه ديالي على الثوب، راها موجوده في فيديوهات من قبل. يعني غادي بعد ما غنصلح الخدمه غادي نجي هنا غادي نبرم الخيط على جوج ديال الشعرات اولا 3، وغادي نبقى ندخل هنايا نشد هذا الراس هذا وغادي ندوز عليه كامل غنثبتو على الثوب. ضروري فاش غادي نخدموا هذه الخدمه هذه يعني غنجيو للراس ديال هذا الضرس هذا هو اللي غنثبتوا فيه الخدمه. بعد ما غادي نثبت الخدمه ديالي صافي غادي نجي ندير هنايا الملاقيه اللي بغيتو. انا هنا غندير العقيدات باش غيجيوني صراحه الاغلبيه كندير العقيدات في هذا النوع ديال الخدمه باش هكا تجي الخدمه مقاده ويجيو العقيدات في الوسط. دونك انا غنكمل غادي نسرح الخدمه ديالي، غنثبت الخدمه ديالي على الثوب، وغادي نصايب العقيدات في الوسط ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه للعقد غنخليه لكم حتى هما في صندوق الوصف لانني ديجا درتهم في اكثر من فيديو.
فلا داعي انني نعاود معكم فيديو خاص ديال العقيدات، لان ما نقدرش ندير لكم كل شيء في نفس الفيديو. دونك غادي نخليكم حتى نكمل العقيدات ونرجع معكم باش تشوفوا التتمه ديال الخدمه. اذا رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما تبت الخدمه ديالي على الثوب، بعد ما كملت يعني السطر الدخلاني وتبت الخدمه ديالي على الثوب كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للخدمه كيفاش تبتها على الثوب، هانتوما كما كتلاحظوا برمت الخيط على جوج ديال الشعرات وكنشد غير في هذا الراس ديال الضرس هنايا وكنمشي معاه كامل. بالنسبه للطريقه البنات ديجا درتها معكم في بزاف ديال لي فيديو، فما كنبغيش نعاود لكم التكرار، لان كنلقى بعض الاخوات ملي كيتفرجوا راه ما كيتفرجوش الفيديو كامل، دونك كتكون شي حاجه معوده ما كانلاش الواحد غادي يعاودها. وبالنسبه للعقاد كذلك غنخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبه لطريقه العقاد البنات راه درتها في اكثر من فيديو، يعني شرحت لكم، درت لكم فيديو خاص، لان دائما ملي غنجي كنجي نخدم العقيدات راه ما نقدرش نشاركهم لكم مع الخدمه لان كياخذوا واحد الوقت، فلهذا درت لهم فيديو مفصل فغتلقاوه في القناه ديالي، فيديو خاص للعقاد وكيفاش بديناهم. يعني كنبداوهم من هنا وكنطلع حتى لهنا، من بعد كنجي وكنلاقي الطرفين، انا كنلاقيهم غير بالابره. راه حتى الطريقه كيفاش تلاقيو العقيدات غنخليها لكم في صندوق الوصف. وها نتوما تشوفوا الخدمه ديالي كيفاش كتجي، الصراحه جات غزاله بزاف. هذا الموديل صراحه نال الاعجاب ديالي بزاف بزاف انا شخصيا، وكاع اللي شافها هكا كنخيطها، يعني مالين الدار وصحاباتي يعني عجبتهم بزاف، وبزاف اللي طلبوني انني نخدمها لهم. وصراحه ما كتاخذش واحد الوقت اللي هو كتير، خدمه سهله وخفيفه وتقدروا ديروها هكا حتى صراحه حتى في الجلابه غادي تجي غزاله بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نزيدوا ليها، هانتوما تشوفوا يعني الخدمه اللي درت اللي شاركت معكم، هانتوما تشوفوا هادو جاو مقابلين لهادو، هادو جاو مقابلين لهادو. دائما البنات باش تجيكم الخدمه مقاده، الاول هو غرز الحشو خاصهم يكونوا مقادين ويكونوا جايين بحال بحال، يعني ما يكونش واحد مثلا هاد الجهه. دائما ملي كنخدموا راه غنلقاو واحد غرزه زايده ولا واحد الغرزه ناقصه في هذا، ولكن حنا ملي كنخدموا حنا كنحاولوا اننا نقادوا الخدمه ديالنا، وفاش نجيو نلاقيو الطرفين نحاولوا اننا نقادوا الطرفين يجيو لنا مقاد. انتما كيف ما كتلاحظوا جات الخدمه رائعه جدا. دابا غادي نزيد ليها واحد الاضافه هنايا الداخل ديال الضرس، هنايا الداخل ديال العنق. كتقدروا تخليوها هكا، ولكن انا غنزيد هذا الطريس هذا غادي نديرو هنايا. انا غنبداه معكم لان ديجا درتو معكم، ولكن ماشي مشكل غنبداه معكم هنا وتشوفوا كيفاش كيجي. انتما البنات فاش كنجي نبدا الضرس لداخل ديال الكول ما كنخدموش من الظهر، كنخدموا غير من هنا، لان في الظهر راه كيتطوى صافي، يعني اللور ديال العنق ماشي ضروري. كنجي كنثبت الخيط ديالي هنايا على هذا الشكل هذا صافي. هذا من بعد كندفنو لداخل ماشي مشكل. غادي نجي هنايا نرتفع بجوج ديال السلاسل، غنلوي الخيط على الكروشي، غادي نخلي هنا واحد، غادي نخلي هنا واحد ونجي للثاني، وغادي ندير سلسله عفوا غندير العمود، وهنا غنرتفع بثلاثه السلاسل، وغادي نجي هنا وغادي ندير غرزه حشو اللي كندير غرزه البيكو. غادي ندير هنا ثلاثه ديال غرز الحشو، يعني نفس الطريقه اللي خدمت مقلوبه هنايا غنخدمها هنا، غنخلي هنا ونجي هنا. غير فقط بغيت نشارك معكم واحد جوج ولا ثلاثه غير باش تاخذوا فكره وصافي، حيت بزاف الاخوات هنايا غنخلي واحد، هنا غنبقى نخلي جوج، لان علاش هنا كنقلبوا الخدمه على الثوب. هنا كبديت وصافي، هنا حيت كنقلبوا الخدمه على الثوب غادي نخلي هنا، واحد جوج، وغادي نجي للثالث وغادي ندير غرزه الحشو. لان الا خليت غير وحده هنا فقط درت وحده، ولكن هنا غندير جوج، غادي نمشي هكا بجوج. علاش؟ لان فاش كنجي كنخدم غير مقلوبه على الثوب يعني خاصني ندحس الخدمه، ولكن ملي غنخدم لداخل خاصني نجمع العنق، فهمتوا؟ هنا غنخلي غير وحده ونجي للثانيه، خاصني نجمع العنق باش يجيني الكول مجموع، فهمتوا؟ يعني هنا كنخلي غرزه حشو واحده، ولكن هنا غنبقى نخلي جوج. هانتوما جوج السلاسل، واحد جوج، وغنجي للثالث وغادي ندير. وانا كنزير عندي الخدمه كيف ما قلت لكم باش كيتجمع العنق، ما كيجيش الضرس متراكب او لا كيجي داير. كي غادي نشرح لكم باش ما يجيش يعني بحال نقولوا كيجي مرخي، ولكن هكا لا غيجينا زوين ويجينا واخد لا فورم ديال الكول. هانتوما على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دونك انا غنستمر بهذا الدرس هذا، غادي ندور الدوره كامله. طبيعه الحال فاش غنوصل هنا نهبط هنا غندير جوج غرز ديال الحشو وغنطلع معاهم عاوتاني حتى نوصل هنايا، حتى نوصل لهاد الجهه هذه. فاش نوصل هنايا لهاد الجهه ندوز المصلوح ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال نصف الطاق.
اذا رجعت معكم كما كتشوفوا بعد ما كملت هانتوما هذا الدرس كيفاش كيجي صراحه زاد جماليه لهاد الخدمه هذه. هانتوما كما كتلاحظوا هنايا مشيت فقط بغرز حشو وجيت لهذا المكان هذا وبديت بنفس الطريقه. هانتوما كما كتلاحظوا حتى وصلت هنايا صافي. هنايا قطعت الخيط ودفنته لداخل. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي كيفاش كيجي النصفطوق كيجي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا كيجي رائع جدا والله البنات زعما صراحه قندوره غزاله كيف ما كتلاحظوا. مازال ان شاء الله ندير لكم استعراض ديالها على المانكا في فيديو قصير كيف ما عودتكم دائما. هانتوما تشوفوا الكل كيفاش كيجي صراحه جات رائعه جدا. وهنا وصلت معكم النهايه ديال هذا الجزء هذا كيف ما كتشوفوا. شاركت معكم هذه القندوره فقط في جوج ديال الاجزاء. حاولت انني نختصر لكم وحاولت انني نشرح لكم الحاجه اللي ديجا كنت شاركتها معكم. فكنتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. الحاجه اللي ما فهمتوهاش ما تنساوش تخليوها ليا في لي كومونتير وكذلك من خلال الفيسبوك اللي كنخلي لكم في صندوق الوصف. هنا غادي نخليكم تلاقاو ان شاء الله في الجزء الخاص بالكميمات وكذلك في استعراض الموديل على المانكا. إلى اللقاء إلى فيديو مقبل بحول الله.